أصدقائي وأعزائي المشاهدين، أهلا بكم. الكاف بتوعد الأهلي بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في الجولة الختامية من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. نادي الجيش الملكي بتقدم شكوى للاتحاد الأفريقي بعد الأحداث اللي وقعت خلال المباراة، والاتحاد الأفريقي بيرد إنه حال الشكوى لجنة الانضباط وهيكون الرد سريع بالعقوبات. وفي الفيديو ده إن شاء الله هنعرف مع بعض إيه العقوبات اللي ممكن توقعها لجنة الانضباط على النادي الأهلي. خلينا في البداية نسترجع الأحداث اللي وقعت بين مباراة النادي الأهلي والجيش الملكي في المغرب، واللي كانت في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، واللي كانت يوم 28 فبراير. المباراة دي وقعت فيها أحداث ضعف المواقع في مباراة النادي الأهلي والجيش الملكي باستاد القاهرة. الكاف عاقب نادي الجيش الملكي بسبب أحداث هذه المباراة بالعقوبات التالية. العقوبة الأولى حرمان الجيش الملكي من جماهيره مدة مباراتين، والعقوبة الثانية غرامة 100,000 دولار. وال100,000 دولار دي كانت مقسمة على النحو التالي: كان منها 20,000 دولار بسبب استخدام الليزر، و15,000 دولار بسبب رمي زجاجات الماء في الملعب، و15,000 دولار بسبب رمي كرات في الملعب، و50,000 دولار بسبب إلقاء آلة حادة داخل الملعب واللي كانت تعرض سلامة اللاعبين والحكام للخطر. وللعلم السبب الرئيسي في فرض العقوبات القاسية على نادي الجيش الملكي كان بسبب تكرار هذه الأحداث في مباراة سابقة للجيش الملكي. وبالمقارنة بين المباراة السابقة ومباراة النادي الأهلي والجيش الملكي في استاد القاهرة هنبص نلاقي إن أحداث هذه المباراة بسيطة جدا بالنسبة للمباراة السابقة. وبناء عليه ووفقا لروائح الكاف إن العقوبات اللي توقع النادي الأهلي هتكون على النحو التالي: غرامة من 10,000 إلى 20,000 دولار بسبب استخدام الليزر، وغرامة تعادل 15,000 دولار بسبب إلقاء زجاجات المياه في الملعب. وإن شاء الله لن تكون هناك عقوبة بحرمان النادي من الجماهير بسبب إن هذه الأحداث أول مرة تقع من جماهير النادي الأهلي. دي كانت العقوبات المتوقع فرض على النادي الأهلي بعد إحداث مباراة النادي الأهلي والجيش الملكي في استاد القاهرة. لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل اشتراك ولايك.